هل اللي فيه داء ما بيبطلوش فعلا؟ ولو هو كده عشان هو وحش ولا ليه؟ تعالوا نتكلم كده شوية في الموضوع ده. اولا، يعني ايه اللي فيه داء ما بيبطلوش؟ يعني اللي عنده تعود على حاجة او عادة ما بيبطلهاش بسهولة. الكلام يعني يعتبر نصه صح ونصه غلط. هو مش ما بيبطلهاش عشان طبعا على حسب قوة بقى العادة، يعني مش هنوصل للإدمانات والحاجات دي عشان بتبقى ايه. هو كلها نفس الفكرة بس درجات، يعني أقوى من بعض. فاللي فيه عادة قوية مثلا عنده ما بيبطلهاش بسهولة ليه؟ هل عشان احنا يعني بنقعد بقى نقول احنا عايزين نغير من نفسنا، نغير العادات بتاعتنا، بس احنا ناس وحشة؟ لا طبعا، انا ضد جدا احساس ان الواحد يبقى حاسس ان هو وحش وهو السبب في الحاجات. لا، هو احنا السبب عشان عندنا يعني مسؤولية او قدرة ربنا اداها لنا نغير بيها بعض الحاجات. ولكن انا يعني ما بحبش فكرة ان احنا السبب في كل حاجة ولازم احنا اللي نغير كل حاجة. لان ده في النهاية بيدينا احساس بالذنب وما بيخليناش نحب نفسنا كفاية. وفي النهاية بتتعك علينا على فكرة، حتى لو غيرنا الحاجة اللي احنا عايزينها بس مش بحب نفس كفاية. يعني ده عن تجربة فعلا. يعني ايه حديث ذي شجون. يعني انا اتضايق، يعني حسيت كده ايه. افتكرت لما كنت ببقى حاسة ان انا يعني كل حاجة انا السبب فيها، وانا لو عملت ركزت اكتر شوية في حياتي وركزت شوية في عاداتي السيئة وركزت شوية في الحاجات الحلوة اللي عايزة اعملها، فانا كده بقى ايه، يعني الموضوع كله في ايدي. هو الموضوع فيه جزء في ايدينا، بس فكر كده شوية. زي ما انا قلت كده في فيديو سابق ان احنا نركز على حاجة ولا اتنين، ما نقعدش نغير 800 حاجة في نفس الوقت. الحياة معقدة جدا، مش معقدة بطريقة وحشة، قصدي ان هي مكونة من تفاصيل كتير ومتشابكة. فلو انا عايزة اغير عادة او اتنين ده زي الفل، ده فل جدا، يعني غيرت حاجة حاجتين، اكتسبت حاجة كويسة او حاجتين. كل فترة كده ما اقعدش بقى ان انا ايه، يعني الطمع وحش برضه. ان انا اقعد اقول ايه، انا هعمل 10 حاجات جديدة، انا هبقى مش انا. ده ممكن بس بالتدريج وبالراحة وبتوفيق كده من ربنا، وبياخد وقته. لكن الحاجات اللي هي فيها طمع او فيها رفض للنفس، ما هو الطمع ده ليه؟ ان احنا رافضين نفسنا دلوقتي، فمتخيلين او عايزين نبقى حد تاني، متخيلين ان احنا لما نبقى حد تاني ونغير 200 حاجة ده هنبقى سعداء. بالعكس والله هنبقى مضغوطين ومش راضيين عن حاجة، وده هيعودنا ان احنا المرحلة اللي احنا فيها ما بنحبهاش، فعمرنا ما هنبقى سعداء. عارفين فكرة يعني ايه ان النهاردة وحش؟ طب ما هو انت على طول هتبقى النهاردة ده دايما حياتك هتبقى كلها وحشة. يعني النهاردة وحش وبكرة احلى؟ لا، احنا المفروض يعني ايه، نحاول نستمتع بالنهاردة وبمرحلتنا. لان كل مرحلة هي زي التانية، يعني دي فيها حاجات حلوة ودي فيها حاجات وحشة على فكرة. حتى لو وصلت اللي انت عايزه هتلاقي حاجات تانية بقى مش عاجباك. فدي دايرة مش بتخلص، يعني عايزين نلقطها كده بدري. نرجع لموضوعنا، ليه بقى اللي فيه عادة او طبع ما بيغيرهوش بسهولة؟ الموضوع بصراحة مش نفسي بس، الموضوع فيه جزء فسيولوجي. يعني ايه؟ يعني مختص بجسمنا. فسيولوجي دي او عضوي، يعني حاجة ليها علاقة بجسمنا. ليها علاقة بايه؟ بالجهاز العصبي بتاعنا، يعني بأعصابنا وبجسمنا وعضلاتنا. الجسم بتاعنا هو كمان بيتعود معانا. احنا عارفين ان احنا جسمنا يعني احنا مشتركين فيه في حاجات كتير قوي مع الحيوان، مع الحيوانات عموما يعني. بناكل زيهم وبنشرب زيهم وبنتزوج زيهم وبنخلف زيهم وبنموت زيهم. اتعملت بقى تجارب على الحيوانات دي عشان ايه؟ نعرف احنا الجسم بتاعنا بيتعود ازاي. هو اللي عمل التجارب دي في الاول جت معاه حاجة ايه بالصدفة كده. ممكن تبحثوا عن حاجة اسمها التشريط الكلاسيكي، ده للناس اللي مهتمة تقرا بقى وتتعقد وتتعمق. الناس البسيطة كده ممكن ما يفرقش معاها الموضوع ده، اللي عايزة بس ايه تعرف هتستفيد ايه في حياتها. وانا في الغالب بحب اكلم الناس البسيطة، وبحب الحاجة تبقى بسيطة يعني. انا دارسة الموضوع ده بتعمق عشان انا اتخرجت من علم النفس زي ما كنت قلت. وانا بحب جدا القرايه دي، بس ما بحبش افرض على الناس كده. يعني اللي بيحب حاجه يعني مش لازم نبقى كلنا ايه، يعني متفزلكين كده وقاريين حاجه. لا خالص، كل واحد يعمل الحاجه اللي بيحبها. فاحنا هنشارك البسيط يعني من الموضوع واللي احنا هنستفيد منه. فايه، اتعمل عالم كده عمل تجربه اسمه بافلوف، معروف جدا في مجال الادويه وفي مجال علم النفس. هو كان بيعمل كده يعني ايه تجارب على الكلاب. ففي مرة كان ايه، بيضرب الجرس عشان ينده الحارس بتاعه او الحارس بتاع الكلب اللي هيحط له اكل.
فكان الكلب لما بيضرب الجرس قدامه او الكلب يعني يسمع الجرس كان لعابه يسيل ليه؟ عشان هو بيقدم له الاكل. هو جت في دماغه فكرة كده، قال لا يكون اللي في بالي صح، قال لا يكون الكلب لعابه بيسيل قبل ما يشوف الاكل او قبل ما يشم ريحة الاكل. هو الطبيعي ان ايه، لما الكلب يشم الاكل، وكلنا يعني احنا لما بنشم اكل او بنبقى شايفين اكل او ريحة الاكل دي بتحفز بقى الغدد اللعابية، اللي هو ايه، بنلاقي ريقنا جري بمعنى اصح. فالكلب طبيعي عشان الكلب بيريل اكتر يعني، والكلب يعني عنده لعاب اكتر مننا، فبيبقى واضح اللعاب، فلقاه بيريل كتير على الاكل لما يجي، ده طبيعي. لكن اكتشف بقى انه بعد شوية يعني شك في نفسه كده، قال ايه ده، هو الكلب بيريل لما بيسمع الجرس بس من غير ما يشوف كده، يعني اللي هو ايه اوتوماتيك كده من غير ما يشوف او ولا يشم ريحة الاكل. فقعد يعيد التجربة فعلا كذا مرة، ووجد ان هو عشان الكلب حفظ، يعني عنده برضو نوع من الذكاء كده الغريزي، الكلب حفظ ان الرنة بتاعت الجرس دي معناها هيحطوا لي اكل، فبدأ يفرح بقى بتوقع الاكل، فيبتدي ايه، يريل بقى ولعابه يسيل. ليه بقى؟ ريقه بيجري من قبل ما يشوف الاكل. زي ما احنا كده ايه، كنا زمان في الافراح نسمع الصوت بتاع لا 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 لا, لا في الافراح، اللي هو فقرة البوفيه. الناس الكبيرة هتعرف اكتر. فهنفرح كده بقى وايه، ونحضر يعني ايه بقنا كده. فمعارفين ان الموسيقى دي هي بتاعت البوفيه وافتتاح البوفيه والاكل، نفس الفكرة دي بالظبط يعني، بس على ايه، على كلابي شوية. فالكلب فعلا يعني لما بيتعمل قصاده الموضوع ده، هو لما هو مش من اول مرة، الكلب ايه، قعد يجي 10 مرات كده على ملقط الفكرة. قالك بس طبعا مش بيفكر كده بالوعي ده، بس فهم يعني. قالك بس اول ما رنة الجرس دي بتيجي معناها ان في اكل، لا اراديا بقى جسمه عمل ايه، عمل تفاعل. هو احنا مش بنقصد ان احنا، واحنا بس بنفكر ونتوقع، ما نعرفش بقى الكلب بيفكر ازاي، بس اللي احنا نعرف نقفشه ان لعاب، ان هو بدأ يريل وريقه يجري. فمع الوقت خلاص هو اتعود، دي بقى بناء العادة، او ده بقى ايه الربط العادات، ان احنا لما غصب عننا بنتعود على حاجة، جسمنا راخر بيبتدي حتى من غير اي حاجة، في حاجة كده المثير، حاجة بتثير العادة. يعني انا لما اشوف مثلا اصحاب السوق او اصدقاء السوق، ابتدي بقى ايه، اطنش وما ذاكرش، او ابتدي اشرب معاهم سجاير، او ابتدي على حسب بقى كل واحد بيعمل ايه. او اشم ريحه كده حلوه تفكرني مثلا بحد، او انا الحد ده اصلا قايله ان انا مش عاوزه اكلمه وخلاص اشيله من حياتي، احن له بقى. عارفين ان احنا نحن للناس او الحاجات دي، او اشم ريحه حد افتكره فاضطر اكلمه، او حد مثلا ايه، بيقعد في مكان معين وكان بيشرب فيه سجاير، او كان مثلا بيقعد يقابل فيه شله زباله مش عايز يعرفها تاني، فلما يروح المكان ده يحن لهم فيضطر يكلمهم. اهي دي بقى بتبقى ايه بقى، اللي هو بيقعدوا يقولوا ديل الكلب عمره ما يتعدل، واللي فيه طبع ما بيغيروش، والكلام ده في جزء غصب عننا خارج عن ارادتنا. هو مش غصب عننا 100%، هو احنا في الاول اللي بنبنيه او بنسمح انه يتبني، او ما بنكونش عارفين فبيتبني جوانا. حتى الادمان على فكرة بيتكون كده، بس الادمان ده حوار كبير بقى، فايه احنا مش هندخل فيه، احنا بنتكلم في التعود عموما. هو التعود هو بذرة الادمان على فكرة، بس الادمان فيه فكرة الموضوع ده بيبقى في يعني بيبقى ليه علاقة بكمية الجسم اكتر شوية من من الحاجات العادية. فاحنا بنتكلم في العادات السيئة عموما، ان انا دلوقتي ايه، قايل ان انا مثلا هنام بدري، فابتدي ان انا قررت خلاص هنام بدري ومش عارف ايه، اقوم جاي في بالي فكرة ان انا ايه، في الوقت ده انا متعود ان لما بخش على السرير مثلا ببقى ماسك في ايدي ريموت التلفزيون، فابتدي ان انا داخل انام الساعة 9 في امان الله، وعايز ان انا اظبط نومي، اشوف الريموت بس كده، او اشوف الاوضه اللي انا كنت بتفرج فيها. عشان كده بنقول بلاش نتفرج في نفس المكان اللي بننام فيه، يعني صعب كلنا ما بنعملهاش، بس يعني اللي عايز يغير عاداته ممكن يعمل تغييرات زي دي. هشوف الريموت قدامي او هشوف التلفزيون، شكرا، اقول ايه، اشوف بس شويه كده قبل ما انام، ونلاقي نفسنا الفجر. ادي دي عادات. الناس اللي مثلا بتشرب سجاير وعاوزه توقف عاده السجاير، تلاقي نفسها ايه، شمت ريحة سجاير في الشارع، بس ده كده فكرها بالحاجة اللي كانت بتعملها، تقوم تحن للموضوع، غصب عنها جسمها يبدأ يطلب السجاير. الناس اللي عايزة تبطل نوع معين من الأكل أو تدخل نوع معين من الأكل، فتبتدي إنها عايزة تكتسب عادة جديدة، بس العادات القديمة أجي مثلا ايه، هتاخد وقت على فكرة. يعني اللي عايز يدخل فاكهة وخضروات مثلا كحاجة صحية في نظامه، يبتدي يربطها بحاجة لطيفة،
يعني أنا ممكن ايه اقول لنفسي انا هاكل الفاكهة دي وبعدها مثلا هعمل حاجة بحبها. احاول اعمل رابط اسمه رابط شرطي ده، رابط بقى حلو ان انا ايه اربط مثلا اقول انا هاكل الفاكهة دي وبعدها او اثناء ما انا باكلها على فكرة، ومش بعدها. هو المفروض اللي نسيت اقوله لكم ان لما كانت التجربة دي بتتعمل على الكلب كانت مفيش بينها وبين يعني الجرس لازم يبقى اللحمة بعديه بمفيش في 5 ثواني بالكتير. فأنا ممكن أروح مشغل أغنية بحبها أثناء ما أنا باكل الأكل اللي أنا عايز إيه يعني أدخله أو أتعود عليه. 5 6 مرات 10 مرات في يعني بتوصل ل15 مرة، مش ورا بعض كل يوم يعني. يبقى بينهم فاصل أفضل، لأن أنا مثلا عايز إيه، عايزة أتعلم حاجة أو عايزة ألعب رياضة. فاثناء ما انا العب الرياضه دي او هروح الجيم اطلع مثلا لبس حلو انا اروح بيه في الطريق ده، او اكلم حد انا بحبه على التليفون، بحيث ان انا مثلا هكلم صاحبتي او الحد اللي انا بحبه ده وانا رايحه اثناء الجيم. لو عملت كده كل يوم انا عقلي كده هيربط ايه، هيربط ان الموضوع ده لطيف او الموضوع ده في حاجة انا اتعودت عليها. وكم يعني انا لو حاجة متعود عليها اوريدي دي اسمها ايه، تراكب العادات. يعني عادة انا اصلا بحبها من الاول وخلاص جسمي كده ودماغي بيحبوها، اقوم رابطها بحاجة جديدة تقيلة على قلبي شوية. الموضوع بقى واسع يعني انا هاخد شوية فيه هقول تطبيقاته بعد كده. بس هو الموضوع ده هو ايه جذر او يعني دي بتبقى دايما كل حاجة معقدة وفيها تطبيق مبنية على فكرة بسيطة جدا. ده في غالب الحاجات يعني خدوها قاعدة. ففكرة التعود قايم عليها حاجات كتير جدا. على فكرة احنا دايما نقول ان التعود ده حاجة مش بنحبها، او ان العادات او احنا مثلا العادة دي حاكمة علينا، او منطقة الراحة اللي كل الناس بتقول عليها وحشة. لا، هو احنا لازم نعيش في منطقة الراحة، لازم هتتعود على حاجة. يعني هتبقى متعود على انك مثلا بتنام بدري، يا متعود انك بتنام متأخر. ما هو مش معقول يوم ويوم هتلاقيها هتحس انك كده نار تلج، مش هينفع. يا متعود انك انت مثلا بتاكل كتير، يا متعود انك فترة بتاكل قليل. مش هتلاقي نفسك ابدا في حاجة مش ماشي على الروتين ده غصب عنك. ليه؟ لان العقل بيحب ان احنا يبقى عندنا روتين ثابت، يعني عندنا نظام مستقرين عليه. ليه؟ عشان ده بيوفر له طاقة. طاقة اسمها اتخاذ القرار. مش كل يوم انا هفكر اقول والله بكرة هعمل كذا. لا، العقل بيحب ان هو ايه، انا اول عارف ان انا اول ما اصحى الاقي الشمس طلعت خلاص، او اول ما اصحى هعمل كذا. وده بيريحه جدا وبيخليه ان هو يبقى في مرتاح. طبعا ليه جزء سلبي، ان في النهاية برضو كتر التعود ده لازم كل فترة نكسر النظام شوية، لان كتر التعود ده بيخليه بقى خلاص احنا بقينا عبد للتعود. فبنحاول نخلي التعود ايه، لوز او مفكك شوية، ما يبقاش التعود بصرامة. علشان لو حبينا نغيره في وقت من الاوقات، عايزين رحنا بلد تانية، كبرنا في السن، عايزين نعمل عادات تانية، فهو طبعا التعود بيبقى عائق في الحالات دي. ولكن احنا النهاردة بنتكلم فيه على انه تول او اداة احنا عايزين ايه نستخدمها. فاللي فيه طبعا ما بيبطلوش، ممكن ما بيبطلوش، ممكن يكون كده. طب ليه ما خليش الطبع ده في يعني حاجة حلوة؟ يعني لو اللي فيه طبع ما بيبطلوش ان هو مثلا بيعمل رياضة، او ان هو بيعمل خير، او ان هو بيحب الناس، او بيكلم مامته كل يوم الصبح، طب ما ده طبع حلو قوي. طب ما هو مش دايما الطبع يعني بيبقى وحش. او مثلا ان هو بيعمل عادات صحية. يعني عندنا طباع، مثلا انا عندي طابع مثلا حلو ان انا اول لما بصحى بتنفس كده بعمق وببتدي ان انا احاول ابتسم. دي انا معرفش يعني اكتسبتها امتى، بس بقيت كده. عندي طابع تاني ان انا اول ما بصحى مثلا بدور على النسكافيه. معرفش دي كويسة ولا هي محايدة يعني. في ناس اول ما بتصحى مثلا بتبتدي تمسك القرآن. في ناس اول ما بتصحى بتبتدي تمسك الكتاب المقدس بتاع. في ناس مش مؤمنة بحاجة خالص مثلا اول ما بتصحى بتعمل عادة تانية ايجابية. ناس بتمسك الموبايل بقى فتبتدي تشتت يومها، او تدخل في ناس بتفتح كده تشوف النوتيفيكيشن. واغلب النوتيفيكيشنز اللي احنا يعني بتقابلنا اغلبها على الفيسبوك. حصلت مصيبة، مش عارف حد بلد ضربت بلد، حد توفى على الصبح كده في وشنا. او ممكن في احلى الاحوال هتكون مش كده بس تكون مشوشة. انا لسه فاتح عيني وطاقتي لسه 100% بيور، ابتدي بقى ايه افرقها واشتتها. فدي عادة برضو سلبية، انا بالنسبة لي سلبية.
هنا بقى اللي فيه طبع ما يبطلوش ده طبع مش كويس. طب ليه ما خليهاش بقى ان اللي في انا ما فيا طبع وفعلا مش هبطله ان هو طبع كويس؟ فاحنا هنا بدل ما ان احنا نبقى مفكرين ان التعود دوت او الطبع اللي عندنا هو مثلا ما بيتغيرش خالص، لا احنا بنقول ان لا، هو يعني ايه، ثابت نسبيا مش ثابت 100%. حتى الحاجات اللي بنتعلمها برضو ثابتة نسبيا. فانا عندي يعني ايه باب خلفي كده ان انا ممكن اغيره، يعني هو ممكن اغيره بشوية حاجات وبصعوبة شوية. وفي نفس الوقت لو هو طبع كويس، طب ما انا ابنيه وما غيروش فعلا. هنا بقى ابتدي ان بيبقى صعب عليا. يعني على فكرة الناس اللي بتتعود على انها تعمل رياضة او انها تنزل مثلا تتمشى الصبح، في الاول ممكن تكون كانت بتحارب ده وكانت بتعمله بالعافية، هتلاقيهم في الاخر بيبقوا لو حبوا يعني بعد كده يبطلوا او يوم ما يقدروش ما ينزلوش يتمشوا، يحسوا ان هم مش قادرين، الطبع بيسيطر عليهم. وانا جربتها، ان انا حاجات كنت بعملها بالعافية وكانت تقيلة على قلبي، وبعد شوية كده انا بقيت صعب ما اعملهاش. يعني فاهمين الموضوع بقى بالعكس، بدل ما كانت صعب اعملها بقى صعب ان انا ما اعملهاش. بس حبيت يعني ان انا لسه هتكلم اكتر في الموضوع ده، لان موضوع العادات ده يعني هو مهم جدا، لان التعود ده جزء من مخنا لا يتجزأ. فعلى حسب بقى لو احنا هنقعد نحاربه ونقول عادات سلبية، ولا هنقعد ان احنا نكتسب عادات ايجابية ونقعد نتبسط بيها. اهم حاجة في كل الموضوع ده، اهم فكرة واهم نقطة انا قلتها، ان احنا ما نزعلش من نفسنا. يعني كل فيديو هقول كده، اهم حاجة ان احنا نحب نفسنا ونبقى حنونين معاها وما نزعلش منها، لان هي لو زعلنا منها هي مش هتدينا حاجة كويسة. زائد ان يعني احنا ممكن نبقى حنونين على اولادنا، على اخواتنا، على ناس بنحبها. طب واحنا يعني ولاد البطة السودا؟ طب ما احنا برضو بني ادمين. يعني كانت مامتي بتعمل حاجة زمان غريبة قوي، كانت تديني الاكل بتاعها وفي اكل تاني يعني، بس هي يعني احساس كده انها عايزة تبقى ام يعني. فكانت تديني الاكل بتاعها وهي ما تاكلش. طب يا ستي ما احنا في اكل يكفينا احنا الاتنين. كنت بحس ان هو التضحية للتضحية. فكنت اقول ايه، طب هي بتدي انسان، طب ما هي كمان انسان، طب هي كده بتظلم. يعني كأنها بتفرق بيننا، كنت افكر كده وانا صغيرة. فحاجة زي دي، فليه انا ما احبش الناس واحب انا نفسي انا كمان؟ يعني انا نفسي غلطت، معلش احبها وكده كده احبها. يعني عارف انا كل واحد فيكم كده يقول لنفسه انا احبك احبك، مفيش مهما عملتي مفيش فايدة. بس دي اهم فكرة، مهما قلنا العادات ومش العادات والحياة، لو مفيش حب نفس كده وتعاطف مع نفسنا وحنية معاها، صدقوني والله ما هتتبسطوا ولا هتلاقوا نفسكم. مهما حليتوا مشاكلكم مش هتبقوا سعداء. بس ويا رب يسعدني ويسعدكم كلكم ايه، ونستفيد يعني من العادات ومن كل حاجة في حياتنا اقصى واحلى استفادة. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفكرة وفي الفيديو الجاي.